ارمي لسان العصفور في المية المغلية وانسي بقى الكنافة والقطايف، وتعالي نعمل فكرة مطبخية هتعجبك جدا. هتعمليها النهاردة. هتجيبي كده لسان العصفور وهترميه في المية المغلية. بس عايزاكي تصلي على رسول الله في التعليقات، وما تنسيش اللايك الحلو مني، لان الفيديو ده مليان افكار كتيرة قوي، باذن الله هتخرجي مستفيدة. يلا كده نبدأ مع بعض باول فكرة موجودة في الفيديو. انسي الكنافة والقطايف وهاتي لسان العصفور ارميه في المية المغلية، وتعالي نعمل صنف حلو جدا هيعجبك قوي. صنف جديد، زهقنا بقى من القطايف كل يوم والكنافة. تعالي نجرب النهاردة صنف حلويات هيعجبك، لو جربتيه مش هتبطلي تعمليه. مغلية، وتبتدي ان هي تغلي معاكي كده شوية كأنك هتسلقي مكرونة بالظبط. وهتحطي بقى شوية لسان عصفور زي ما انت شايفة كده على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا عملت نص كيس وما حطيتش زيت ولا حطيت اي حاجة. هسيب كده لسان العصفور على نار هادية خالص لحد ما تتسلق معايا، او لحد ما يتسلق معايا زي ما انت شايفة كده. شايفة بدأ لسان العصفور يتسلق اهو. هسيبه برضو شوية وكده. خلاص لسان العصفور بتاعي اتسلق زي ما انت شايفة. هبتدي ان انا هصفيه معايا كده في المصفى، وهسيبه كده دقيقتين 3 يبرد، وهقولك هنعمل بيهم ايه. زي ما انت شايفة كده صفيته. لازم تصفيه كويس جدا من المية بالشكل ده، ما تخليش فيه مية كتير على قد ما تقدري. هنسيبه بقى يبرد شوية علشان هو سخن جدا. وبعد ما يبرد هتحطيه بقى في الخلاط زي ما انت شايفة. لسان العصفور كده في الخلاط او في الكبة. نزل بس كده ايه الاطراف علشان كله يتضرب كويس. وبعد كده هحط عليه كوبايتين من اللبن او الحليب، على رشة من الفانيليا او كيس فانيليا كده صغير. وهحط كمان 3 معالق كبار من السكر، ممكن تضاعف الكمية براحتك. وبعد كده هحط عليه معلقة كبيرة من السمن او الزبدة. وما ننساش الفانيليا زي ما قلنا. ممكن تستخدمي سمن تستخدمي زبدة على حسب المتوفر. لو عندك قشطة هيبقى حلو جدا. بعد كده تضربيه كويس جدا في الخلاط زي ما انت شايفة كده، لحد ما كل بقى ايه لسان العصفور مع اللبن مع السكر مع الزبدة او السمن كله يختلط مع بعضه بالشكل ده. هتجيبي الصينية وهتحطي اول جزء. هو عامل كده زي الرز بلبن، بس اللي هو ايه المضروب في الخلاط. بعد كده تقدري ان انت تحطي مكسرات وزبيب. انا حطيت شويه زبيب وشويه جوز هند زي ما انت شايفه. وبعد كده هنزل بقى بالطبقه التانية، يعني انا قسمت الخليط بتاعي مرتين. حطيت في الاول من تحت، ومش هنضيف بقى ولا سمنه ولا اي حاجه من تحت خالص زي ما انت شايفه كده. حطيت بقى الطبقه التانية، هتفرديها كويس جدا بالمعلقه على قد ما تقدري. ممكن برضو عايزه تضيفي جوز هند من فوق مفيش مشاكل. بعد كده انا جبت بقى ايه رشه كده من الزبده، علشان انا عايزه الوش يبقى لونه احمر كده وحلو، او لونه ذهبي، ما يبقاش معايا ابيض. لو عندك قشطه ممكن تفردي القشطه كده على الوش وهتدخليها الفرن تحت الشوايه. عايزه اقولك والله العظيم كانت الريحه جايبه اخر الشارع، طعمها تحفه. حاجه كده زي العزازيه، شبه الرز بلبن، بس طعمها جميل ومختلفه قوي. حاجه جديده. كتير بيبقى عندنا لسان عصفور كتير قوي في البيت ومحدش بيعمل شوربه كتير، فانت ممكن تستفيدي منه ان انت تعملي منه حلويات. كان لازم اقوم اعملها في فترة الامتحانات، ولازم اخلي ذاكرتهم كده حديد علشان ما ينسوش اي حاجة. حاجة بسيطة جدا، هتحطي البلح والفول السوداني في الخلاط وبجد هتنبهري من النتيجة. سهلة جدا وسريعة وتقدري تعمليها ومغذية قوي. هتجيبي كده الفول زي ما انت شايفة، وهتجيبي كمان التمر شوية صغيرين. هتبتدي ان انت تشيلي البذور بتاعته او البذرة بتاعته وتقصيه كده بالمقص من النص. طبعا التمر اللي انا بستخدمه تمر طري، او البلح اللي انا بستخدمه طري. وبعد كده جبت الفول السوداني وبدات ان انا افرمه في الكبه زي ما انت شايفه، وعليهم شويه البلح بالطريقه دي. هتفرميهم لمده 5 دقايق لحد ما تعمل معاكي عجينه او تبقى طريه معاكي. طيب لو حصل مثلا وما بقتش طريه معاكي هتعملي ايه؟ هتزودي شويه ميه صغيرين جدا علشان يلفوا معاكي يبقى عامله زي العجينه، وهوريك الشكل في الاخر. جبت كده الزيت دهنت علشان ما تلزقش مني، لان هي بتبقى طريه جدا وبتلزق معاكي قوي. البسي اي حاجه في ايدك زي ما انت شايفه طريه ازاي، تقدري ان انت تشكليها. هتحطي لها دهنه زيت بسيطه خالص عشان تعرفي ان انت تلميها كده في ايدك وما تلزقش معاكي. اعمليها بقى الشكل اللي انت عايزاه. انا عملتها كده بالطول، ولو هتعمليها نفس الشكل اللي انا هعمله ده سهل جدا ومش مكلف. بعد كده جبت السمسم وبدات ان انا اديها طبقه كده من السمسم علشان تتماسك معايا بالشكل ده.
وبعد كده هتجيبي اي حاجه طويله عندك كده مدوره وتبتدي ان انت تفتحيها من النص، وسوي بقى الاطراف بتاعتها علشان يبقى شكلها كويس. بصي هتعملي كده ايه، فتحه في النص زي ما انت شايفه، وهعمل التانية برضو. بصي تسوي كده الاطراف بايدك. كملي معايا الفيديو بس دعميني باللايك، لان فعلا النتيجه حلوه جدا وهتعجبك وسهله وسريعه وما بتاخدش معانا وقت. بعد كده هحشيها بالنوتيلا. لو انت عندك شوكولاته بيضه، شوكولاته النوتيلا عادي، اي نوع شوكولاته حطيها جواها زي ما انت شايفه. عندك اي نوع مكسرات مفيش مشاكل. بصي بقى هتحطي هنا كده شوكولاته، ممكن تحطي بقى تزينيها بكريمه بيضه او شوكولاته بيضه، بس انا بصراحه حطيت عليها بقى كده جوز هند، رشه جوز هند كده، وهدخلها جوه التلاجة. هتدخليها جوه التلاجة علشان تتماسك وتقدري ان انت تقطعيها بسهولة. شكلها حلو جدا. هسيبها جوه التلاجة بقى شوية، وادي بعد ما طلعتها بره التلاجة، حتى كمان انا ما طولتش عليها، انا سبتها بالظبط حوالي نص ساعة بس. ممكن انت تسيبيها فترة اطول من كده. وقطعيها زي ما انت شايفة وقدميها لاولادك بقى. عايزة اقولك طعمها حلو جدا، مغذية وشكلها حلو، وحاجة سريعة كمان تنفع للضيوف ممكن تقدميها. بصي بقى شكلها عامل ازاي، محشيه بالشوكولاته زي ما انت شايفه. عايزه اقولك مغذيه قوي. لو انت ابنك بيعاني من الانيميا او الذاكره بتاعته ضعيفه اكليه. عايزه اقولك وصفه حلوه قوي. يا رب تكون الوصفه دي عجبتكم. زي ما انت شايفه بعد ما طلعت من التلاجة اهي. تعالي بقى نشوف الفكره رقم 2 باذن الله برضو هتعجبك.